السلام عليكم متتبعيني الاوفياء القناه اللي هي قناه ابو جراح. كنتمنى لكم تكونوا بالف صحه وعافيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كعيكات اولا فقيقسات اولا قريشلات حلوين مناسبه عاشوراء ان شاء الله. ساهلين في التحضير، بسيطين في المكونات، بدون بيض بدون زبده. وما تنساوش اذا ديروا لي لايكاتكم المحفزه وتخليوا لي تعاليقكم وديروا لي شي بارطاج للفيديو فضلا وليس امرا، غير باش تحفزوني ونزيد قدامي ان شاء الله. بالنسبه لهاد الكعكات حتى الناس اللي بغاو يديروهم كمشروع راه ممكن، لان ما فيهمش بزاف المكونات وسهلين وفيهم المدخول ان شاء الله. غير توكلوا على الله. نبداو مع المقادير ان شاء الله. عندي كاس غير مملوء من السكر، كاس ونصف من الزيت، يعني كاس مملوء ونصف من الزيت. هالكاس اللي عبرت به كيوزن 150 غرام. هذا الكاس هذا يعني انا درت السكر حد ديك الخط فين كاين ديك الخط تما درت السكر. اما الزيت يعني كاس مملوء، كاس وربع من الحليب. عندي ربع كاس دجنجلان او نصف كاس. عندي هنا جوج المعالق كبار مملوءه جيدا من حبه حلاوه وغير منقيين فقط ماشي محمصين. عندي ربع كاس ديال المزهر. عندي نص عفوا جوج معالق كبار من الخل. ها هو هذا الخل هذا، يعني استعملوا اي خل، المهم انا استعملت هذا. كيس من الخميره الحلويات 8 غرام. حتى الا عندكم 7 غرام ديروا 7 غرام، انا عندي هذا درت هذا. صافي هادشي اللي كاين. قبصه الملح اللي ضفتها ولكن ما صورتهاش. صافي عندي الطحين هانتوما كتشوفوا راني غربلته عندي هنا 700 غرام ديال الطحين. ها البانيو يعني راني غربلته في هذا البانيو عاد رديته في ديك الاناء. صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه كتشوفوا ما عندي حتى منكه لا فاني ولا زهره البرتقال، حيت استعملت الماء زاهر طبيعي يعني مقطر. داكشي علاش ما درت حتى شي منكه، خليت غير المزهر. صافي في القصعه اولا في الاناء اللي غتخدموا فيه صبيت كلشي، يعني خفيت كلشي في القصعه وخلطت. يعني ما يحتاجش ديروا واحد مكون معين هو الاولي ولا مكون هو الثاني، يعني ديروا كلشي في دقه واحده. خليو غير الخميره والدقيق عفوا ولا الاخرين. صافي هنا غنخلط جيدا حتى كيذوب ليا ديك السكر، يعني ديك الحبيبات السكر كتختفي. صافي عاد كنبدا نضيف الدقيق، ولكن من يعني ضروري يختفي ديك حبيبات السكر، يعني ضروري تذوبوا ديك حبيبات السكر عاد زيدوا الدقيق. وبالنسبه للحليب يعني جبته من الثلاجه، يعني ماشي دافي، جبته من الثلاجه وفي وقت البروده، يعني غير بدرجه حراره الغرفه. صافي هادشي اللي كاين هنا. راني بعد ما خلطت كلشي وداب ليا ديك السكر صافي ضفت الدقيق غير بالتدريج، يعني خليت واحد الكميه وضفت ديك الكيس ديال الخميره. صافي الدقيق يعني بالتدريج. وبالنسبه للدقيق ما عرفتلكمش الكميه بالضبط حيت سبق لي خدمتهم كل مره شحال كيدير لي الكميه ديال الدقيق، مره 500 غرام مره 600 غرام، حيت كل مره منين كنجيب دقيق. صافي اما الدقيق نوعيه دقيق عادي، يعني الدقيق الفورس اللي كنجيبو بالكيلو. انا جبت كيلو وخديت منه واحد كنت احتاجيت منه واحد تقريبا واحد الكميه ديتها بقات لي تقريبا 700 غرام. صافي هذا ما كان، يعني نوعيه دقيق عاديه، يعني جبته بالكيلو. صافي كيف ما كتشوفي يعني جمعت ديك الخليط كامل. وبالنسبه للدقيق راه شاط لي تقريبا كاس من ديك 700 غرام. صافي وحاولوا غير تجمعوه، يعني ما تقصحوهاش، خليوها لين، هي العجينه ما تكونش قاصحه ما تكونش رطبه. ودلكوها يعني دلكوها مزيان. هاد العجينه هذه كتبغي تدلك. صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للقوام د العجينه هو هذا. دابا غنقطعها. بالنسبه لهاد السباتولات هادو جابتهم لي واحد اللوسه ديالي كادو على حساب الطارطات وعلى حساب المهم تعنفوني بزاف. صافي من بعد العجينه ما قطعتها عطاتني هاد الكميه هادي. شوفوا كي دايره العجينه من داخل مثقبه ومهويه. صافي قطعتها درتها كويرات ودرتها في هاد البلاستيك غذائي ودرتها في الثلاجه، يعني في الجهه اللي بارده. خليتها تقريبا واحد 5 دقائق حتى 4 دقائق. صافي عاد بديت نخدم بها. الجو سخون بزاف، يعني غير بيد من جمعت حيت عليا هاد المعينات وهذا غنرجع نخدم معاها. صافي هادشي اللي كاين. بعد بديت كنحربل ديك الكويرات اللي درت. ما جبتهاش كامله من الثلاجه، كنجبد غير جوج ولا ثلاثه كنحطهم قدامي وكنخليها اخرى في الثلاجه. صافي كنحربل نص تحربيله، يعني كل حربول كنحربل نص تحربيله وكنحطو قدامي حتى كنكمل 3 الحرابل. عاد كنرجع الاولاني نبدا نحربل فيه باش العجينه ما كتقطع ليا ما والو، كتجي صراحه لا ما كتقطع ما والو، لينه وزوينه بزاف ورطيبه. واحد العجينه غزاله ما شاء الله. ها القياس ديال الحربول كيفاش خصو يكون تقريبا شي سنتيم ونص فيه. صافي ها نتوما طريقه التحربيل هي هذه. كتبقاو تحربلوا انا كما وريت لكم، كتحربلوا حربول مورا حربول حتى كتوصلوا واحد 3 ولا 4 الحرابل. عاد كترجعوا للاولاني بداو كتلقاو فيه. يعني هذه العمليه دي غتسهل عليكم العجينه باش تسهل، يعني تجيكم سهله في التحربيل. وغادي يجيكم الحربول يعني حجم واحد، يعني ما تجيش لكم جهه رقيقه وجهه غليظه. هذه اعتمدوها في الفقاس، اعتمدوها في الفقيقسات حارين، اعتمدوها
يعني كتجي واحد الحربول زوين بزاف ومستوي. صافي هذا الشيء اللي كاين. غنبقى نحربل حتى غنكمل نصف كميه، يعني معلومه العجينه ما حربلتهاش كامله، حربلت غير النص ديالها. قطعتها ودرتها في الصينيات وطيت، يعني عجبت النص الثاني على حسب الحال سخون وعندي الفران شاعل. صافي انا حربلت هذه الكميه هذه. دابا غنبدا نقطعها كيف ما غتشوفوا معايا، واخا ما تقطع ماشي واضح، يعني ما مجبرش ليا الكاميرا مزيان، الكاميرا ما كانتش عندي مجبره ليا طريقه تقطع. المهم حاولوا تقطعوها وقطعوها بشي موس يكون ماضي، بغيتو تقطعوها حتى بالمقص قطعوه، ولكن صراحه لا كنفضل الموس، والموس يكون ماضي. المقص كيجيني بحال اللي كيدقصها، يعني بحال اللي ما كيبقاش يبان لها هذيك، كتجي شي مهويه من الداخل وكتجي كيعطيها واحد المنظر بحال اللي مدقص من الداخل. صافي هادشي اللي كاين. حاولوا تقطعوه غير بالسكين، والسكين يكون ماضي. والحجم التقطاع نتوما ليكم الاختيار، كان عندكم شي كوموندرا على حسب الكليان شنو كيبغي كنتو غتخدموا راسكم على حسب نتوما شنو كتبغيو. بالنسبه انا كتعجبني هاد القصاص هادو، كيعجبوني رقاق. صافي انا قطعتهم رقاق حيت انا صايبتهم غير للدار ديالي ماشي كوموند. هانتوما كتشوفوا القياس اللي داير، يعني درت تقريبا سنتيم. صافي هادشي اللي كاين. وعندي الفران ديجا مشعول، شعلته على 200 درجه. ملي غندخل اللاطه ديالي نقصو درتو على 160 درجه. هانتوما كتشوفوا من بعد ما قطعتهم استفتهم في الصينيه بهذه الطريقه هذه، درتهم حدا بعضياتهم. تخافوا راه ما كيلتصقوا ما والو، كاع ما تخافوا منهم. واحد الصينيه درت فيها الورق الزبده، وواحد الصينيه ما درت فيها الورق الزبده، غير بغيت نوري لكم ان راه ما كيلتصقوش نهائيا. غير الصينيه اللي ما درتش فيها الورق الزبده دهنتها بشويه د الزيت ورشيتها بشويه د الدقيق. صافي هذا ما كان. طريقه الطهي يعني كيكون الفران كيما قلت لكم 160. نتو عندكم الفران ديال الغاز، يعني ديروهم يطيبوا يتحمروا، يعني الفران مهيل جدا يتحمروا من التحت عاد من الاسفل عاد كتهبطوا تشعلوا من الفوق. صافي هانتوما كتشوفوا الصينيه الاوليه الكميه اللي عطاتني تبارك الله. غادي عطاني واحد الكميه لا باس بها. تشوفوا التحميره ديالو كيفاش دايره، راه ما كيلتصقوا ولا واخا كيلتصقوا راه غير كتقيسوا فين بيدكم كيتحلوا. واخا كتحطوا وحده على وحده. تشوفوا ما شاء الله واحد القوام، تشوفوا كيفاش متقبين من الداخل. هاد السر هاد التهويه كيجيو متقبين وكيجيو بهذا. ديك الخل اللي درت ليهم وديك الدليك اللي دلكتهم ضروري خصهم يدلكوا. هانتوما كتشوفوا يعني واحد روعه واحد المذاق خرافي ما شاء الله. وبالنسبه للكميه اللي عطاني راه عطاني 999 غرام، يعني على كيلو. بالنسبه للناس اللي بغاو يبيعوا الثمن ديال البيع كيبدا من 60 درهم على حسب راكم شفتوهم ملقمين ومطيبين في الدار ومطيبين على حقهم وطريقهم، يعني ماشي بحال السوق وكيجيو هشاشين وفي نفس الوقت مقرمشين. المهم الا عجبكم الفيديو حاولوا تبارطاجيو وديروا لي واحد لايك وديروا لي واحد التعليق للفيديو غزال بحالكم. والله يخلي لي المتتبعين ديالي الاوفياء، والله تعالى ينوركم ويرفع قدركم. ايوا وهذا الشيء ما كنتمنى نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. وديروا اللي ما مشتركش يشترك باش دائما يوصلوا الجديد ديالي. ايوا نخليكم على خير ان شاء الله، تنتلاقاو في فيديو جديد.